المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأبرز العناوين. فخامة الرئيس صفوق يتوجه إلى الجمهورية الإيطالية لحضور القمة الإفريقية الإيطالية. بنك الدم الوطني يجمع أكثر من 15,000 كيس دم في عام 2023. الدراجي الإريتري ناتنايل تسفاسون يحتل المركز الثاني في السباق الأسترالي. كوريا الجنوبية تتأهب بعد إطلاق الشمالي الصواريخ كروز. مباحثات مثمرة بين واشنطن وبكين واتفاق على إبقاء قنوات اتصال. والعراق والولايات المتحدة يبدأان محادثات رسمية لإنهاء مهلة التحالف. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. توجه فخامة الرئيس إسياس أفورقي إلى الجمهورية الإيطالية صباح اليوم الأحد 28 من يناير لحضور القمة الإفريقية الإيطالية بدعوة من الحكومة الإيطالية. ووصل فخامته والوفد المرافق له إلى روما بعد الظهر. وتهدف القمة التي ستعقد في روما يوم 28 و 29 من يناير تحت شعار بناء جسور من أجل النمو المشترك، تهدف إلى تعزيز التعاون القوي والمتساوي بين أفريقيا وإيطاليا في مختلف القطاعات، خاصة في الاقتصاد والبنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة والتدريب المهني والثقافة. رافق فخامة الرئيس إسياس أفورقي في زيارته كل من وزير الخارجية عثمان صالح ومفوض الثقافة والريادة السفير زمد تخليم. دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد حيلة ولد برهان النساء الموظفات في الخدمة المدنية ومسؤولي المرأة في الإقليم وعضوات قوات الدفاع إلى تعزيز مشاركة المرأة في جميع الجوانب خلال الندوة التي عقدت في الفترة من 26 وحتى 25 من يناير. وفي حديثه في الندوات التي نظمها فرع المرأة إقليم عنسبة بمدينة كرن، قال هيلم إن تاريخ المرأة الإريترية مليء بالمآثر الرائعة التي أوضحها بذكر الأدلة والبراهين، مشيرا إلى أن المرحلة تتطلب من المرأة الإريترية الكفاح والتوحيد والعمل والتطور، باعتبار أن المرأة الإريترية بالتصدي تنجز وبالعمل تنمي. وقال إن من بين المجالات التي تحتاج إلى اهتمام كبير احترام الانضباط في العمل وتعزيز الثقافة والقيم وتدريب المواطنين الأكفاء والمنتجين وتطوير الممارسات المؤسسية، مضيفا أن هناك فرصا واسعة في هذه المرحلة الجديدة. حثت رئيسة المرأة في الإقليم السيدة آمنة حسن النساء على زيادة مشاركتهن في السلطة السياسية والأنشطة الاقتصادية والتعليم والتدريب، حيث يتم ضمان الحقوق من خلال العمل الجاد والمشاركة الشاملة. وطرح المشاركون بذل المزيد من العمل لرفع مستوى الوعي وغرس القيم بين طلاب المدارس الثانوية، وتشجيع النساء على تولي مناصب قيادية، وتعزيز الجهود لإدخال مرافق رعاية الأطفال في المؤسسات. قال بنك الدم الوطني الإريتري يجمع أكثر من 1500 كيس دم. وقال الدكتور يوهانس تخستيل مدير العام الطبي لبنك الدم الوطني لوكالة الأنباء الإريترية إرينا إن الدم الذي تم جمعه بلغ 2022 كيسا من إقليم شمال البحر الأحمر، و2651 كيسا من الإقليم الجنوبي، و1132 كيسا من إقليم عنسبة، و10,217 كيسا من الإقليم الأوسط. وقال إنها أعلى بنسبة 25% من تلك التي تم المخطط لها. وأشاد بمساهمة الجمعية الوطنية للمتبرعين بالدم قائلا إن عام 2022 شهد تلبية 80% من طلب المستشفيات عن طريق جمع الدم، وفي عام 2023 ارتفعت نسبة التغطية إلى 83%، مشيدا بمساهمة الجمعية الوطنية للتبرع بالدم.
وأضاف أن الدم المتبرع به يمر عبر العديد من عمليات الاختبار، وعليه ففي عام 2023 بلغت نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز 0.08%، وكانت الإصابة بفيروس الحمى الصفراء B بلغت 0.32%، وكانت الإصابة بفيروس الحمى الصفراء C بلغت 0.1%، والزهري 0.07%، حيث أظهر ذلك انخفاضا مما كان عليه العام الماضي. وفي الختام، حث الدكتور يوهانس المواطنين ذوي الدم السلبي RH نيجاتيف على أن يصبحوا أعضاء في الجمعية الوطنية للمتبرعين بالدم والتبرع بانتظام، ودعا المواطنين الآخرين إلى زيادة وعيهم بشأن التبرع بالدم وإنقاذ حياة المحتاجين. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الجنوبي في مدينة مندفرة في الفترة من 24 وحتى 26 من يناير نظم مسابقة للابتكار والتصميم على المستوى الإقليمي بمشاركة 68 شابا تحت شعار استكشاف الإبداع الشبابي من أجل التنمية المستدامة. تشمل الوظائف المقدمة للمنافسة طاحونة الحبوب الجوالة وحاصلة الذرة وجامع الإيجار ومضخة القدم وطاحونة العشب أيضا وآلة محاسبة الشركات وغيرها. وقال رئيس الفرع السيد قرماي جابرو إن الهدف الرئيسي للبرنامج هو التعرف على المشكلات الأساسية للمجتمع والتوصل إلى حلول لها من خلال الأفكار الإبداعية وتعزيز المهارات الإبداعية المتكاملة لدى الشباب، وحث الجميع على المساهمة في تحقيق مركز وطني مختص للمبدعين والباحثين. وقال السيد صالح أحمد دين رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة إنه على الرغم من العمل على تشجيع الابتكار والإبداع لسنوات عديدة، إلا أنه لم يكن أكثر من مجرد معارض ومسابقات. وقال إنه أمر يستحق الثناء رؤية المزيد من العمل يتم إنجازه في هذا الوقت. وحث حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تصفاسيون على تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ هذا الابتكار. وقال المتسابقون إن الحدث أتاح لهم فرصة للتعرف على بعضهم البعض ومساعدة بعضهم البعض، ودعوا اتحادي الشباب والمرأة للدفع لتشجيع المرأة على المشاركة بشكل أكبر. وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين وتوزيع الجوائز المالية على الفائزين. حصل الدراج الإرتري ناتنائيل تسفاسيون من نادي تريكا الأمريكي على المركز الثاني في بطولة المضمار الأسترالية التي أقيمت صباح اليوم. وأنهى الدراج ناتنائيل تسفاسيون السباق الذي يبلغ طوله 174.3 كيلومترا في 4 ساعات و17 دقيقة و40 ثانية، وأنهى السباق بسرعة بلغت 40.5 كيلومتر في الساعة. وفي السباق القوي الأخير تغلب عليه الأسترالي رولانس بيتي بفارق غير مرئي ليفوز بالميدالية الفضية. وشهد العديد من الدراجين الإرتريين الأقوياء بما في ذلك الدراج الإرتري بنيام قرماي من نادي انترمارش البلجيكي يتخلفون من المجموعة الكبيرة قبل 9 كيلومترات من نهاية السباق. تسلق الدراج ناتنائيل تسفاسيون الذي كان يقود المجموعة المكونة من 13 متسابقا مسافة التسلق بنسبة 7.8% بكفاءة ليفوز بالمركز الثاني بجدارة. فاز ناتنائيل تسفاسيون البالغ من العمر 24 عاما بميداليته الفضية الثانية في أستراليا خلال أسبوعين، حيث فاز في 16 من يناير بالميدالية الفضية الأولى. احتل المركز الثاني في افتتاح الجولة العالمية من سباق داون أوند. وفازت إرتريا بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأسترالية يوم 25 من يناير عبر الدراج بنيام قرماي. لقد جذب المقيمون الإرتريون في أستراليا انتباه مختلف الجهات لمساهمتهم في تشجيع هؤلاء الرياضيون مفخرة البلاد والشعب. وفي الوقت نفسه احتل ناتنائيل برهاني أحد أكثر الدراجين الإرتريين خبرة المركز الثاني في السباق الذي استمر ليوم واحد في تركيا يوم أمس. وكان ناتو البالغ من العمر 33 عاما نال المركز الثاني في الجولة الأخيرة من المباراة خلف الصيني مينيان ما.
أنهى نتنائيل السباق البالغ طوله 239 كيلومترا في 3 ساعات و26 دقيقة و5 ثوان بسرعة بلغت 40.6 كيلومترا في الساعة. ووافق ناتو على التنافس مع نادي بايكوز التركي هذا الموسم. شهد موسم سباق الدراجات الهوائية لعام 2024 الذي يفصله شهر واحد فقط صعود الدراجين الارتديين إلى منصة التتويج 5 مرات. من الأخبار المحلية ننتقل بكم إلى الأخبار العالمية، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الأخبار العالمية. أطلقت كوريا الشمالية عددا من صواريخ كروز حسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي وسط توترات متصاعدة بينها وبين جارتها الجنوبية التي أعلنت حالة التأهب. وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان لها: رصد جيشنا صواريخ كروز أطلقت قرب المياه المحيطة بمدينة سيمبو في كوريا الشمالية. ولم يحدد البيان عدد الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ، لكنه قال إن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تعمل على تحليل عملية الإطلاق هذه وتراقب التحركات والنشاطات الأخرى لكوريا الشمالية عن كثب، مضيفا أن كوريا الجنوبية عززت عمليات التأهب. وأطلقت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي صواريخ كروز نحو البحر الأصفر غرب شبه الجزيرة الكورية، قائلة إن الأمر يتعلق بجيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية. أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أجرى محادثات بناءة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماعات في تايلاند أفضت لاتفاق الطرفين على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة وإدارة المنافسة بين البلدين اللذين تشهد علاقتهما توترا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة. وقال البيت الأبيض في بيان إن سوليفان أكد ضرورة العمل على منع المنافسة بين الولايات المتحدة والصين من الانزلاق نحو صراع أو مواجهة بين البلدين. من جهتها رحبت بكين بالمحادثات بين وزير خارجيتها وسوليفان، ووصفت وزارة الخارجية الصينية في بيان المحادثات بالصريحة والمثمرة. وأوضحت الخارجية الصينية أن الوزير وانغ أبلغ سوليفان بضرورة البحث عن أرضية مشتركة بين البلدين وودع الخلافات بينهما جانبا. عقد العراق والولايات المتحدة الجلسة الأولى من المحادثات الرسمية في بغداد بهدف إنهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم تشكيله لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني في بيان إنه رعى بدء الجولة الأولى من الحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمة التحالف في العراق. وتأتي بداية المحادثات التي أعلن عنها البلدان في الوقت الذي تتعرض فيه القوات الأمريكية في العراق وسوريا بانتظام لهجمات بطائرات بدون طيار تشنها الميليشيات المدعومة من إيران على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. وتقول الولايات المتحدة إن خطط تشكيل لجنة التفاوض على شروط نهاية المهمة نوقشت لأول مرة العام الماضي، وأن التوقيت لا علاقة له بالهجمات. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران أطلقت للمرة الأولى بنجاح وبشكل متزامن 3 أقمار صناعية باستخدام صاروخ سيمرج الحامل للأقمار الصناعية الذي طورته وزارة الدفاع الإيرانية. وأضافت التقارير أن أحد الأقمار الصناعية يزن 32 كيلوغراما، بينما يزن الآخران 10 كيلوغرامات لكل منهما. وأرسلت الأقمار الثلاثة لمدار قريب يبعد حده الأدنى 450 كيلومترا عن الأرض. كما أشارت التقارير إلى أن القمرين الأصغر حجما موجهان لاختبار الاتصالات ضيقة النطاق وتكنولوجيا المواقع الجغرافية. نختم النشرة بتذكير بأبرز وأهم العناوين.
فخامة رئيس الفريق يتوجه إلى الجمهورية الإيطالية لحضور القمة الإفريقية الإيطالية. بنك الدم الوطني يجمع أكثر من 15,000 كيس دم في عام 2023. الدراجة الارتين اثناء فاسون يحتل المركز الثاني في السباق الأسترالي. كوريا الجنوبية تتأهب بعد إطلاق الشمالية صواريخ كروز. مباحثات مثمرة بين واشنطن وبكين واتفاق على إبقاء قنوات اتصال. العراق والولايات المتحدة يبدأن محادثات رسمية لإنهاء مهمة التحالف. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، وشكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.